لو الدكتور بيحتاج سماعه عشان يكشف عليك ويسمع ضربات قلبك، فانت ممكن تسمعها عادي ومن غير سماعه كمان. اسمع كده. مايكروسوفت عملت اوضه ما فيهاش اي صدى صوت، وده لانها متصممه انها تمنع انعكاس الموجات الصوتيه من الحيطان، عشان كده ما فيهاش اي دوشه خالص لدرجه مخيفه. والناس بقى اللي بيجربوها بيختبروا نفسهم يقدروا يستحملوا يقعدوا فيها قد ايه. اصل هم هيستحملوا ايه؟ هيستحملوا ان هم يسمعوا صوت حركه اعضائهم. دي بقى موجوده في واشنطن، ولما قاسوا مستوى الصوت جواها لقوه بسالب 20 و35% ديسبل تقريبا يعني، وده اقل بكتير من مستوى السمع البشري. في 2015 مايكروسوفت سجلت رقم قياسي عالمي في موسوعه جينيس كاهدى مكان على كوكب الارض. في الاوضه دي بقى ممكن تسمع دقات قلبك، ضخ الدم في دماغك وعروقك، او حتى بقى حركه رمش عينيك وانت بترمش، تسمع الرئه بتاعتك وتسمع معدتك وحركه امعائك. وده خلى الناس اللي دخلت تحس بتوتر جامد جدا. في صحفيه قدرت تقعد في الاوضه دي 3 ساعات، وده عشان تكتب تقرير عنها في مجله نيويورك تايمز. لكن مايكروسوفت عملت الاوضه دي لاغراض علميه، وده زي ان شركه ناسا بعتت رواد الفضاء عندها عشان يجربوا الاوضه دي ويتعودوا على الهدوء، وده طبعا عشان لما يطلعوا في الفضاء. فقول لي بقى، لو جات لك الفرصه انك تجرب الاوضه دي هتقدر ولا مش هتستحمل صوت اعضائك وهي بتستغيث من اللي انت عملته فيها؟ خلصنا.